تكون قاعد بتذاكر فجأة كده المذاكرة عادي ماشية بيكون معاك كويس ايا كان المهمة اللي بتعملها، تعمل ايه؟ تقرر تاخد بريك. البريك بتاعك يكون انت تقعد على الموبايل. فجأة بعد ما كان عندك طاقة وبتقولي لنفسك انا هاخد بريك 5 دقايق على الموبايل وهقدر اقاوم زي ما كنت بقولها، مش هتقدر تقاوم في الاخر صدقني. ففجأة كده تقعد على الموبايل، تقعد تقلب شوية، يخلص وقت البريك، خلاص 5 دقايق كمان، خلاص دقيقتين كمان، خلاص شوية كمان، مش قادر تبطل، مش عايز تطلع من حالة السكون اللي انت فيها، مش قادر ترجع تكمل المهمة بتاعتك، مع ان انت قبل ما تقعد على البريك كان عندك طاقة تكمل عادي. ليه؟ لان انت لما مسكت الموبايل وقعدت على الموبايل انت بقيت في حالة سكون، في حالة استرخاء، في حالة راحة. واحنا بطبعنا البشر احنا بنحب الكسل، لما نكون قاعدين في حالة استرخاء مش عايزين نقوم، لما نكون قاعدين بنضيع وقت مش عايزين نقوم. بطبعنا الحاجات اللي فيها انجاز بتكون صعبة علينا، فطرتنا تميل للاسترخاء، فطرتنا تميل للنوم، فطرتنا تميل للراحة. وده السبب ان انت مش بتقدر تقاوم، تقنع نفسك انا هقدر اقاوم، مش بتقدر تقاوم.